هي مش مجرد قصة حب، لكن حكاية عاطفية كتبتها الأقدار بحبر من الأسرار. حب كبير، غيرة وتضحية وخذلان. هي حكاية حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني. بين الفن والحب، بين الحلم والواقع، عاشوا قصة حب دامت سنين طويلة، لكنها انتهت وما انتهتش في نفس الوقت. كان الجمهور والمعجبات تالتهم. في الحلقة دي هنكشف أسرار العلاقة اللي حيرت كل الناس، قصة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، الحكاية اللي ما زالت ذكراها تعيش بينا، وهنجاوب بالأدلة على السؤال الأهم واللي حير كل الناس: هل اتجوز عبد الحليم حافظ سعاد حسني؟ أهلا بيكم في حكاية حب مع إيمان القصاص. الحكاية بدأت سنة 1959 وقت تصوير فيلم البنات والصيف. كانت سعاد حسني وقتها فنانة شابة طموحة، لعبت دور أخت البطل عبد الحليم حافظ في الفيلم، لكن القدر كتب ليها دور تاني خالص في حياته. في العرض الخاص لفيلم البنات والصيف كسر عبد الحليم كل القواعد، برغم ان الفيلم كان من بطولة الفنانة زيزي البدراوي، إلى أن عبد الحليم طلع من العرض الخاص ماسك إيد سعاد حسني، الصورة الشهيرة اللي اتنشرت وقتها في كل الصحف والمجلات، وهي اللي بينت العلاقة بينهم، لأن الطبيعي وقتها إن البطل يطلع ماسك إيد البطلة بعد العرض. ومن هنا بدأت الحكاية اللي محدش وقتها تخيل خالص إنها هتفضل حكاية مش كاملة. ابتدى المشوار يا خوفي يا خوفي يا خوفي. عبد الحليم حافظ كان بيحب سعاد حسني، لكن بطريقته، غيرة ملهاش حدود. كان بيراقب بيتها، وفي أوقات بيبعت السواق بتاعه يعرف مين بيزورها ويجيب له أرقام العربيات اللي واقفة تحت بيتها، وهو أحيانا كان بينزل متخفي في عربية جايبها مخصوص علشان محدش يعرفه، يعدي تحت بيتها يعرف مين عندها من أرقام عربياتهم، وحتى أصدقائها كانوا دايما تحت عينيه. لكن مع كل الحب والغيرة والاهتمام دول، كان عبد الحليم بيعمل ألف حساب للجمهور، وخاصة المعجبات اللي كان متواصل دايما معاهم وبيرد على رسائلهم بنفسه. الأستاذ وجدي الحكيم قال في برنامج ساعة صفا إن عبد الحليم كان تقدمي في كل شيء، في الموسيقى، في الغنى، إلا في الجزء الخاص بالإنسانة اللي بيحبها. ما بيحبش حد يشوفها، بيرجع فجأة لأصله فلاح من الشرقية، وما كانش هيخلي سعاد حسني تكمل في التمثيل ولا حد يشوفها ولا يتكلم معاها. الدليل على ده إنه طول علاقته بيها مرشحهاش في أي عمل فني باستثناء فيلم الخطايا، وبدلها على آخر لحظة بالفنانة نادية لطفي. الأستاذ مفيد فوزي في كتابه الشهير صديقي الموعود بالعذاب قال إن عبد الحليم كان بيحب سعاد وكان بيغير عليها لدرجة الجنون، وكان عايز يعيد ترتيب حياتها، وكانت سعاد بتحب اهتمام عبد الحليم وطريقة حبه ليها. وقال في أحد البرامج الشهيرة: لكن ما شفتش حب إنه واحد يصل به الأمر إنه يجيب أرقام سيارات الحتة اللي سهرانة فيها سعاد حسني. واتفق معاه في نفس الرأي الفنان سمير صبري في نفس التصريحات، وقال: كان في قصة حب كبيرة جدا وعميقة جدا، وكلها مشاحنات سببها الغيرة الفظيعة اللي كان هو بيغير عليها. وفي لحظة نادرة من الصدق اعترف عبد الحليم لصديقه المقرب حسن يوسف وقت رحلة بالقطر للعراق، وبالتحديد من الموصل للعراق، وكانوا قاعدين في كابينة واحدة. كان مسافر معاه علشان يقدمه في أحد حفلاته هناك، وقال له: أنا هعترف لك بأكبر سر في حياتي، أنا متجوز سعاد حسني بس مش عايز حد يعرف. وصرح بده الفنان حسن يوسف بنفسه قبل وفاته في أحد البرامج التلفزيونية. سعاد حسني بنفسها قدمته في أحد حفلاته في المغرب، وغنى ليها في الحفلة أغنيته الشهيرة: نقدم لكم دلوقتي مطربنا العاطفي البلبل الأسمر عبد الحليم حافظ. الحلوة 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 الحلوة. وهم في المغرب اختاروا فرش البيت،
وسافروا، ووجد الحكيم صادف انه كان في المغرب في الوقت ده، وكان المفروض يستلم الفرش في المينا ويبعته، وعبد الحليم اتصل بيه قال له سيبهم. هي رفضت والجوازة باظت، وتكهن البعض ان عبد الحليم فاتحها انها تتفرغ له وتسيب التمثيل، وهي رفضت وبعدت تماما عنه، ولكنها احتفظت بحبه للأبد في قلبها. حسب تصريحات وجد الحكيم انه قابلها هو والمنتج سمير خفاجي قبل رحيلها، وقالت انا اتخلقت لعبد الحليم وعبد الحليم اتخلق ليا، لكن ما كانش ينفع نكمل لان ما كانش ينفع اتحول لست بيت. الكاتب والناقد أشرف غريب في كتابه البديع العندليب والسندريلا الحقيقة الغايبة رصد العلاقة دي بكل تفاصيلها من بدايتها لنهايتها بالأدلة والمستندات، وأكد على جوازهم العرفي اللي استمر 6 سنين كاملة. في سنة 66 انتهت علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني بطريقة ما تلقش أبدا بحجم حبهم ولا بمكانتهم كأهم نجوم في الفترة دي، وتخلى عبد الحليم عن ذكائه العاطفي المعروف ودبلوماسيته المعهودة في التصريحات، وانتهت العلاقة بتلاسن شديد اللهجة من عبد الحليم حافظ، وقال في حوار للصحافة اللبنانية إن سعاد تسلقت على أكتافه وإنها كانت بتدور على الشهرة. الغريب في الأمر إن سعاد حسني في الفترة دي كانت بتعمل أهم أفلامها، وهي صغيرة على الحب، القاهرة 30، وجناب السفير. إزاي هتتسلق على أكتافه وهي في قمة نجاحها ونجوميتها؟ وردت سعاد حسني برضو في تصريحات للصحافة اللبنانية وقالت طالما عبد الحليم شايفني كده يبقى أنا كده، وما حبتش تخوض خالص في المهاترات دي. المفاجأة اللي حسمت جميع الآراء والتكهنات هو اعتراف صاحبة الشأن بنفسها بعد 26 سنة من انتهاء العلاقة عام 66 في حوار صحفي، والحوار ده نشر وهي على قيد الحياة في مجلتي العزيزة صباح الخير عام 92 بالجواز السري من عبد الحليم في حوار خاص للأستاذ مفيد فوزي وأجراه معاها في باريس وقت رحلة علاجها هناك. قلت لها يا سعاد نفسي اسالك حاجه غريبه جدا، عبد الحليم حافظ ده الذي اعلم انه يهواك، ومع ذلك حاجه غريبه قوي انك تطلعي في البنات والصيف اخته، قالت لي مش كده احسن؟ وقابلها الكاتب الصحفي والناقد أشرف غريب في فبراير 95 في فيلا إحدى صديقاتها، وذكر الواقعة دي في كتابه العندليب والسندريلا، وسألها عن حوارها اللي عمل ضجة وقتها مع الأستاذ مفيد فوزي، وبالتحديد عن خبر الجواز، وسألها إيه اللي دفعك لفتح علاقتك بعبد الحليم في التوقيت ده، وردت عليه قالت له أنا أعني كل كلمة قلتها، وأنا اتحملت كتير بسبب علاقتي بعبد الحليم سواء في حياته أو بعد رحيله. وقالت كمان عن فترة تصريحها بالجواز للأستاذ مفيد فوزي أنا كنت في حالة نفسية سيئة جدا وعندي إحساس بقرب الأجل، وحبيت أوضح الصورة للجميع وخاصة الجمهور. وفي سلسلة حوارات أجراها الكاتب الصحفي منير مطاوع مع سعاد حسني في لندن لمجلة صباح الخير يوليو 2001، ونشرها بعد كده في كتاب بعنوان السندريلا تتكلم، واعترفت أيضا بجوازها، وقالت في الكتاب للأستاذ منير مطاوع تصريح مهم جدا إن عبد الحليم خاف مني على عبد الحليم الفنان، خاف من حب ست واحدة يخسروا حب البنات اللي كانوا متيمين بيه، وكلنا طبعا عارفين إن عبد الحليم كان فتى أحلام كل البنات في الوقت ده. وكملت سعاد وقالت من شدة حبي لعبد الحليم وافقت على رغبته بإننا نتجوز في السر، جواز عرفي لغاية ما يقدر يرتب نفسه ويعلن لجمهوره إنه اتجوز. وطبعا ده ما حصلش لأن نجومية حليم كانت أهم بكتير من أي حاجة تانية. بكده نكون جاوبنا بالأدلة والمستندات على السؤال اللي شغل كل الناس، وفي مفارقة صادمة ما زالت تحير الجميع، رحلت سعاد حسني في نفس يوم ميلاد عبد الحليم. هل كانت صدفة ولا هي رسالة أخيرة من القدر لحبيبين ما اجتمعوش؟
سواء كانت قصة الحب دي اكتملت ولا لأ، لكن هيفضل عبد الحليم وسعاد حسني هما الاتنين نجمين ساطعين في السماء، أحياء وأموات. الأسبوع الجاي قصة حب جديدة، استنوني.